قال ملك قولي زوجتي يا ذانيته تدي مناطب. فلو قالت في جوابه زنيت وأنت أزنى نعم. بالي بهما يا موجود اللي وين جبك حل إيه تمام تمام كرمك. ولو قال لي زوجتي يا ذانيته فقالت نقول زنيت بك أو أنت أذنى مني فقاذف ميرك قاذفة وجنكي كانيته كنايتي ماله شما لاحتمال أن تريد جنك إثبات الزنا إثبات الزنا فتكون في السورة الأولى مقرة به جنك سورة كتبه جرتبه زنيت بك أو زنيت بك زنيت بك مقرة وقاذفة لزوج قصة ملكك بزنياي تمام ويسقط بإقرارها قبول لك ساقط بحد القصد عنه ملك راضبة ويعذر ملك تعزير كرني وتكون في سورة الثانية أو أنت أدنى مني سورة الثانية أنت أدنى معنوي أوي وتكون في السورة الثانية نكتب قاذفة فقط صادجت بقاذف ناكو معنوي مزنية كريان صادجة قصدك يعني تجي من بيت الزنية يعني تجي من بيت الزنية كي معنوي أوي تزنا كاري أنا زنا كار ما والمعنى أنت ذاني وزناك أكثر مما نسبتني إليه تزاني زنا تجي بيت ما يتنسبت ضيفا هذه بيك وأن تريد نفي الزنا يعني شيء أي لم يطأني غيرك ووطك بنكاح نبقى أوابش فإن كنت زانية فأنت زاني أي أري أزاني بتجزان أو أذنى مني فإن كنت زانية فأنت زاني أو أذنى مني يجب بتزاني تمام فلا تكون قاذفة نابق قصد وتصدق في إرادة ذلك بيمين تنخب ولا يطم أبيا تمام قبول دبيا تمام فلو قالت لك ملكراكو في جوابه جواب يا زانيتو يا جواب يدكو يا زانيتو جواب يدكو كوكي زنيت وأنت أدنى مني ماله يعني مكرية وتجمن تجمن هيب ولا تري ماله تنيت دبي فمقرة بزنا ودبي وأنت أدنى مني وقاذفة له قاذفة شبكرة بسي ماله ولو قالت لزوجتها جنك جابيش أجميري قرى يا ذاني فقال ميرجيكو زنيت بك يا وأنت أذنى مني فهي كجنك كتبي يا زاني قاذفة صريحة تمام قصوي صريحية وهو كان ملك جعل وداني ما تقدم إلى سر الشام ما يكون ضرباس يعني كان يتوي أن يوقف مبوب يعني أول دي احتمالي أول أن تكون إثبات تمام قول احتمالي فقاذف وكاتب كانيت هي جنك احتمال أول قاذفتنا أو وملك كايننا يعني شو بيرك بري جميل خورا صدقو ملك كتبو ملك قاذف بو جنك كاينة بو إذا كو جنك ملك رابرة جنك قاذفة يا ملك كاينة هلا ويداني ما تقدم إلى آخره فلو قال ملك جوابها زنيت وأنت أذنى مني يا عبارة داوي يجيكو جنكي قويا ذاني ولا زنيت وأنت أدنى وأنتي
وأنت أزنى مني. وأنت أزنى مني دول. فهو مقر بالزنا. وقاذف لها. بك وقاذف لها قاصي. بله. على وزان ما تقدم إذا وزن أكثر. بله. ولو قال لأجنبية ملكك شنكك غريب رقويا دانيته فقالت زنيت منك. زنيت بك. ها؟ زنيت بك من كلمة. زنيت بك. تمام. وأنت أزنى مني. أو أنت أزنى مني. ولا أوننا وأنت أزنى. تمام. ليس. فهو مرق قاذف. تمام. وهي شنكش قاذفة. تمام. في الولاء. دا أولادا كمرق دبيا ذانيته جمرق بو قاذف. شنكش يقول زنيت بك أو جبو قاذف. تمام. ومع الإقرار فيه الإقرار أولدا بالزنا. وكناية في الثاني. ملك بياذانيته. شنك بنو بجنيت بك بأنت أذنى مني. أبيك كنايتين. وكناية الثاني في احتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنا. يعني وين رياض الزنا نشان. ومعنى أول نكو يعني الرياض الزنا نشان. عليه مينا يعني شو بيتم تشويقات تنفذي. معنى نكو بالفعل بيه يعني بالفعل. ويقاس بما ذكر قولها قول شنك لأجنبي. شنك جاش ميك رابيجة هيك خريب رابيجة بياذاني. فيقول ماشي بيجا زنيت بك وأنت أزنى. أفجع عيني وقت شيء قولها لأجنبي يا ذاني قصف. قصف نفسه. الجواب ملك بيجا زنيت بك أبي إقراره. إقراره وأنت أزنى مني كناية. كناية بلى. وأنت أزنى مني. ولو قال ابتداء شنك بيجا. تمام. أنت أزنى مني. تمام. بأنت أزنى مني بتزاني. ففي كوني قسما وجاني أبي كلامي عولنا بما قسم ملك دوجه يأتياني في قوله لها. يعني ند الجواب اللي قلت يا ما ابتداء. نعم هذه ابتداء دبيش. تمام. كوني قسم وجاني يأتياني هدو وجورن في قوله قلنا ملك لها جنك رأي ابتداء بيجا أنت أذنى مني. أو يدقوا يعني هنك قلت يكو دبا قذف وهنك قلت بكناية. ماله. ولو قال لآخر يكي جكيركو أنت من فلاني. لا خلت تبي تكوري فلان كاس يا ما أساس تكوري فلان كاس. فليس بقسم. إلا أن يريده إلى قصبك. وقيل هو قسم. لهما. شهد يا رجل. ثم لأن الظاهر اللفظي يقتضي اشتراكهما في أصل. عفوا نزولا يعني جميرو وجوي ويميري كوفيا دبيتو كوري فلان كسي وجديا ويراجد بقذف. تابع. ماله. واختصاص المخاطب بمزيد. يعني مخاطب ده اختصاصه بزيادة. أنت من فلان. أنت من فلان يعني اختصاص المخاطب كي يكون؟ مخاطب صبية. صبية يا ظلامة فرسنة. أو صبي شو اختصاصه بيت؟ قسم لا ما بغل لأن الظاهرات يقتضي اشتراكهما. تمام. في أصل الذات. تمام. يعني كنتش فلان كسي. تمام. معناه يبكي وتصادج وبتهنيننا
او مرجي زانيه ديافي مرجي زانيه تمام اجا ديما بابي بيتر مخاطب ببابي لا يقتضي اشتراك في اصل الزنا واختصاص المخاطب بمزيد مخاطب كيه مخاطب كيه يعني مخاطب او مرفه وصبيه بشيء يا ظلام او مرف ناكب زنيه دي بابي دبن زاني tamam ama özellikle tebettüs falan kes. Yani ortak tebettüs falan kes. Yani babette cizan, yediyette cizan. تمام يعني واختصاص المخاطب بمزيد يعني بمزيد من الزنا Yani ihtisasen muhatabı بمزيد daha او مخاطب ne gene muhatap ne sabi yani ku özellikle de evet muhatap ne sabi begera بعد بيجي ولو قال لآخر أنت من فلان بس أنت من تمام أنت من فلانين يا الصبي يعني الصبي الزنية نسبة الزنية تتكلم بق ديو بابي با tamam yani özellikle tabii babette falan diyete falan mervi behra pisti kirne yani hususen tu yani ihtisas abte yani mesela hin klinika bırak tetişkiye nin yani tu tamam يدري كي ويؤخذ مما ذكر في هذه المسألة في شيء تفهم كنت في مسألة أن الراجح في التي قبلها ويؤخذ مما ذكر في هذه المسألة تفهم كني أخذ كني أن الراجح في التي قبلها عدم القصد أيضا قصد تيتنا تنيش يعني ويؤخذ مما ذكر في أصل هذه المسألة أن الراجح في التي قبلها بريد المسألة عدم القصد أيضا يعني سواء كنت قصدتنا يعني إذا تقول يا زاني يا نفسه يعني تقول أنت أزنى مني ها وأنه على وجه القصد فيها يكون القائل مقررا بزنا تمام كما للعلة المذكورة العلة المذكورة لأن الظاهر يقتضي اشتراكها ما في أصل المسألة ماله ودفعت بأن الناس في محاوراتهم في ذمي والمشاطمة لا يتقيدون غالبا بالوضع الأصلي لللفظ يعني بوضع أصلي لللفظ مختار بهبرناك بكنايتك يعني أنت أزنى مني أو أفعل تفضيلتي معناه نايدي قاتك نعم فلا يحصل إطلاق في ذلك على مقتضاه يعني كوياد أزنى مني يعني معناه أجي زنا كارمني نبي معناه فقد جاء أفعل في ذلك لغير الاشتراك لغير الاشتراك اشتراك تتمه يعني الله تعالى أفعل تفضيل نفس المعنى خاص يقول يوسف لإخوته أنتم شر مكان يعني وين مكان olarak daha خرابنا demek ki ne ko yani وين خراب daha خرابن hiç ne kadar خراب يعني وقتك دبي إن سرق إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يسرق فقد سرق أخ له من قبل وقتك وصاد بيجا يعرف يشتغل به أنتم شر المكان يعني وين جي ولا لا جي خرابتلن يعني جي خرابتلن يعني قيمانا هو ضعف شيء يعني نقول دمك أوجي في شيء أفعل تفضيل نفس المعنى أخويا أصليها أفعل تفضيل نفس المعنى أخويا أصلية بله وقوله قول الملك لغيره أو بيجا لأن فرجك يا فرجك أو ذكرك ماله أو قبلك يا قبلك كناية
مانه ولولد غيره ولد غير خرابجة لست ابن فلاني صريح أبيض صريح صريح قصير مانه لا لمنفي باليعاني إيكو لعنتي أتانا في كل جوار بجا كوري فرانكسي أو يا أو في نقزفي مثلا تهنكي قباز ندا ها تهنكي قباز ندا من وقوله لغيره زنا فرجك بفتح الكافية وكسرها أو ذكرك أو قبلك أو دبرك قذفا شما لأن ما ذكر آلة الوطي أو محله آلة الوطي قسم كيجي آلة قسم كيجي محله يعني آلة آلي ميرة محل جي آلي بيرك والمذهب أن قوله زنا يدك وعينك ورجلك ولولده لست مني أو لست ابني فانا تب كناية ولد غيره لست ابن فلانين أبي صريح 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 تقصد إلا لمن فيه بالعالي نصر يعني جبونا يكي كبابي وي بالعاني وي نفي كده شو قلت يا نصبيه منه مرجي يك جرابه جوي عيني صبيه منفيه بالعاني را ببيجه تنا يعني تناس فلان كاتي ببيجه اي واي بابي بيجه تشكي واي اود من نجمنا قصد بيها لا يقول جاكي قصد بيه بله اما في الاولى فلان مفهومه بزنا يدك عينك رجلك و زنا الاعضاء المشكوره كنايه شيء اعضاء المشكوره او اعضاء لان المفهوم من زنا الاعضاء المشكوره اللمس والنظر كما في صحيح يعني زنيوان زنيا بالفعل نينا زنيوي دخل مايا زنا العينين النظر تمام والزنا شيكي المشي تمام وقيل فيها وجهان دفان مثلا او قولان تمام احدهما انه صريح الحاقا له بالفرج تمام باناجي اورغان ترى فرج كبيجا تمام قصفه افانا جبيجا قصف تمام واما الثانيه والثالثه قولي ديو السيا انا عينك رجلك تمام ثالثه نعم أظن ولولده نينا لست مني أو لست ابني ولولد خيري لست ابن فلان يا بجي وأما الثانية والثالثة فما ذكر فيما هو المنصوص أو قطعينا منصوص أول يعني كقصفة بلى وخرج بعضهم من كل منهما الثانية والثالثة قولا في الأخرى قولا في الدرسية فحكى فيما قولين أحدهما أنه صريح في قصد أم المخاطب يعني كنت بيت تقرأ فلان كسي يعني دمكي دياتا بلا خرديك لسبقه إلى الفم أول أبياتي من الشمال بالعمل وأقيسهما هذا قولا أنه كناية لاحتماله غير القصد نيتوينا بقصد وقطع يعني بعضهم طريق نيتوي بيتشيه يعني أخلاقي تبقى أخلاقي وياه يا شكلي تبقى شكلي وياه شكلي ترنج ماني فقطع بعضهم بالأول منهم ماني يعني كتشيا قصفة وقطع بعضهم بالأول منهم هو أول النص الكناية وأول النص الكتاب ذي ميركي نص الكناية يا ظلمو وأول النص الكناية تأويل كرنا قلت كي قص يعني كو بيجت كوري فلان كسي يعني أو معنوي يعني تأويلوي أو كو جسدية وبعدهم بالثاني بعد كي يجي حكم ذكر الثاني ماله يعني كو قذف ماله وحمل نص القصف على ما إذا أراده وقت إرادة قصفه كيف قصفه بله والعصا ماله
تقرير النصين أم هذا النصاجي تثبيت وام بك تقرير وام يعني والفرق أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وذجره أما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب يعني يعمل ما قاله على التأديب نقص بخلاف الأجنبي إجاء الأجنبي ويستفسروا يستفسروا فإن قال أردت أنه من ذنا فهو قاذف الأم أو أردت أنه لا يشبهني خلقا أو خلقا فيقبل بيمينه أجي قلتنا يصنبق قولي ماله وقول المصنف إلا المنفية بلعان بيش أو يا نكاوة قلت قصفنا تمام مستثنى من قولي صريح إلا المنفية باللعان تمام أي ولو قال للولد المنفي باللعان تمام لست ابن فلان يعني الملاعن يقول ويجي تعتبر العنة الثانية تمام فليس بصريح في قصف أمي صريح قصف أمي دينه فليسأل باجي فرصة فيسأل قال أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنا فهو قاذف من من وإن قال أردت أن الملاعين نفعوا سبيشكو نفي كنيمنا أو انتفاوا نسبه منه شرعان يأخذ نسب شيء انتفاوا نسبه من شرعان شرعان نفي قبول كده ويجي نسبه لا يعني أو انتفاء نسبه منه شرعان وإن قال أردت أن الملاعين نفاه أو انتفاوا نسبه يعني أبي قبول نفي نسبه كريم أو انتفاوا نسبه نفاوا ملك نفي كريم أو انتفاوا نسبه أو يجي نفي قبول كريم شرعان ماله شرعان أو أنه لا يشبه خلقا وخلقا قبل بيمينه بقبول كنية بيمينه ويعذر عليه للإجراء ماله أو بالتعزيز ضعين ماله سمع قد المصنف في بيان حكم القصف فقال قال قلت يا مصنف ويحد قاذف محسن قاذف زوجان دي بتي حدين ويعذر غيره أي غير قاصف غيره أي غير قاصف غير قاصف المحسنين قاصف من المحسن قاذف غير محسن قاذف يكون زوجان تمام وسواء كان المقذوف بخصائص أو الزوجة أو غيرها شبيلك شنا غيري بيلك معنى وسيأتي بيان لحد يبان حتى دور معنى والشرط وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه في باب حد معنى وبيان تعذيري في آخر الأشربة جيدا معنى والأصل في ذلك كزوجان دبا حد نزوان دبا تعذيره قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. من؟ عشتي ضلال تفزيك أواق. من؟ إذا محصن كي والمحصن مكلف أي حر مسلم بالغ عاقل عفيف عن وطئ يحد به حدك بيات بداين شوي أو كيسال بيضتنا. يعني عيبك أوصل سلتنا ملك. بأن لم يطأ أصلا يشتي نبي أو وطئ وطئا لا يحد. تمام. يعني وطئ بالشبهة. وطئ بالشبهة كلية. لا يحد. ملك. خلاف من وطئ وطئا يحد به بأن زنا. فليس المحسن. فليس بالمحسن. المحسن بيجي يقول حقيقة شيء. ملك. وتبطل العفة المعتبرة في الإحسان بوطء محرم وتبطل نوسا
العفة بوطء محرم مملوكة. تمام. على المذهب. نعم. لا زوجة. في عدة شبهة وأم ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصل. نعم. العفة المعتبرة في الإحصان خرب بوطء محرم مملوكة له. تمام. şimdi cari kaviye. Hoşka cariyavi. Veya meta cariyavi. Ke uktihi ara. أو عمته. مملوكتين بوطء محرم مملوكتين يعني شيء؟ بوطء محرم مملوكتين. إيه يعني شيء؟ Şimdi memlüke gibi cari gibi ya cariyaviye darabal. Tamam. Şimdi eviyeci avada her mahrama memluka. Khatiyavi, Ushkavi, Metavi. أظن كأختها يبغى به كأخته. أختها محرم يقولون. محرم جي كو أوكي كو جارية. محرم جارية. تمام. أو عمتي من نسب أو رضاعي وما علمي بالتحريم شوكي جارية ويا جارية هذا يشتكي جارية ربك وانا ذكر. ماني. وانا جرى دنيا صح. ماني. على المذهب. سواء قيل بالقول المرجوح أنه يوجب الحد أم لا. شما للدلالة على قلة المبالاة بالسنة. ماني. يعني demek ki عبور بيستينا دمورا. عينه. وهو أفحش من الزنا بالأجنبيات. يعني على كل حال باري محرميتها يعني جاريوية. إيه شو ما ظلم يعني زنا Şimdi gözüm yani eğer mesela memlukiyeta cariye ve nebe vanara kalep zevci. Eğer ku memlukiyeta cariye ve ya meta cariye, khatiye cariye, o cariye ilişkiye dikkat, kalep yara ilişkiye, kale nabi. Kubeke yani وقا كم محرمي خربك وقا محرمي خرج لوما تمام لوما أفحشتان وقيل لا تبطل العفة كما به بذياء على الثاني ترخول الثاني وتبطل العفة بوت محرمي مملوكتين على المذهب على المذهب إجال قارشي مذهبي قول الديان قلت قولي لا تبطل العفة كما على الثاني قارشي مذهبي لعدم التحاقي بزنا ما لحق من الزنا لعدم التحاقي بالزنا تمام بنا يعني وطأ محرم مملوكته لا يلحق من مزنية ماني فقد عبر المصنف في هذا الخلاف في هذا الخلاف أشياء تجاوب هنا أزرون دقيقة وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بخلافات ترتيب له محرم مملوكته موطي من نسب أو رضاع مع علمي بالتحريم أذيا قوتشيكو عفت بذيا بطال أنا فتي رادبة أنا حكيت مجنينة جاء عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه نلقوا الاصطلاح يعني اصطلاحه بيه تشابيا اصطلاحه بيه تشابيا يقولي اصطلاحه بيه عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب
عبر بالمذهب. يعني قرب قلت الصح قرب قلت شو؟ عبر المصنف في هذا الخلاف المترتب بالمذهب على خلاف الصلاح. يعني قرب قلنا قلت بالمذهب. نه قرنا قلت بالمذهب. çünkü القرشي شيء المذهب بقول قول مرجوح. قول مرجوح اه؟ قول مرجوح. اما قولك قوتلي هي قرب قلت الصح. قرب نبوت المسلم كي وقيل لا تبطل العفة. ماني. دي قول مخرج ننا قيل لا تبطل قول مخرج نينا نصا. نعم. راست. عن بعض الفتى مغني جدبي عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب عبر بالمذهب على خلاف الصلاح. ايه اوقع اوقس تمام. انت ما بكذا لا بوطئ زوجته في عدة شبهة. يعني عبرن بيركاوي ilişki pirate kırne ama şüphe kırne ve şimdi kıyapsak ne hatta ku yani haddevi bakışa çedi ve buna bu çata bani ve emeti veledihi يعني أول بيركا خرا أزولام ده عدة دايا بيركا وده عدة دايا ورابي عدة شبهة دايا ورابي ilişki pirate أزولام ولا بوطء زوجتي في عدة شبهتان أو شبهتان بك أو كوطئ عدة شبهتين كيكو يعني عدة شبهات به وطئ الشبهية عدنا الشبهية şimdi في عدة شبهتين يعني كو عدة شبهية يعني كو ilişkiye şüphe çebiye ediye abde şüphe diyor mesela. Ya. Allah. Ne? Ne? Daha ولا تبطل العفة بوضع حرام نكاح صحيح كوضع زوجته في عدة الشبه. تمام. لأن التحريم عارض يذول. تمام. تمام. نعم كان. وأمة ولده ماله بنا ملكيته لداي حد لنا كذا وأمة ولده جارية قريبي ومن كحته ماله دبك أوجي بفا مالي ولا بله ومن كحته بلا ولي أو بلا شهود من كحته قريبا كبي ولي وبي شاهد به بي ولي أم بجم مذهب ظاهرية مذهب مالكي herhalde بولي مذهبي حنيفية بيد مذهبي حنيفية ماله بشاهد مذهبي داودي ظاهر ماله حديانا جين جيبون كو شبهية يا هديانكا شنو كي هدي عفتي يعني أبيا زنيا ناي حصابي أبيا أوكاوي يعني عفته ويراناك بلي إلى الصح وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى أبي الملك حتى ولدي أمته ولدي وثبوت النسب فيما بعدها نكاح ولدي بلا ولي بلا شهود حيث حصل علوق من ذلك الوطي ومع انتفاء الحد في الجميع أساس أنا كلكنا ولا مالك شو يعني السبجة حيث حصل علوقا يعني أو براتشل بنوصان يعني جابتي شربة حملة بين شربة حملة شربة بحملة بحملة اشتياوات شربة جي نسب ثابتة تبقى خلافة علماء نسب ثابت به و أو كناي حسابه
عفت راناب. عفت راناب بله. من. وتبطل العفة به لحرمته وحرامه ووقوعه في غير ملك. تمام. في غير الأولى. ماله. لغير أولادنا ند ملكي، ما أولاد ملكي يعني وطي من شيء أمتي ولدي. ماله. والثاني قول الديا ماله دوام كان. ووطي زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف لا يبطل العفة. عفوا والثاني تبطل العفة به قول الديا بعفة به راضبان شمال حرمته ووقوعه في غير ملك في غير الأولى. أو إذا بخوينا. لحرمته وحرامه ووقوعه في غير ملك. وعوضتي ند ملكي في غير الأولى. صاد جاي ولا ملك. أمدني تبنى ملكي ولا ماله؟ لا ملك. ماله. ووطء زوجته أو أمته وطأ في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف لا يبطل العفة. يعني إذا قالكوا حراما أما الزنا لا يحصابه. عفة خراناك. ماله. يعني وقتك عفة خرانا ما هيك نسبة يبدأ بالزنا حد يقصر لي ما يريد كذا. ماله. يعني إنسان يكون عفيف بالنسبة يبالزنا فبيدينه حد يقصر لي ما يريد لا كذا. ماله. فقط بوانا عفة ويرانا بقرانا ب حدنا يعني حد يتكبر. ماله. وقيل في الوجهان. ماله. إنك قلت دوجه إنك دبه إنك قلت رب إنك قلت رب. ماله. ومقدمات الوطي كالقبلة واللمس وغيره ما لا تبطل العفة بحال. ماله. عفة تحال كيرانا بس يا. أزوران چیشکی معبره بقدر بیاو؟ ام ته سری مسئله؟ دبینی؟ ام ته سری فاصلون. برای ها. خودش ترازی بیا بقدر. هی وقتی میایا برا خیره باوت تبایده. ولو زنا هما سبک بباره. ولو زنا مخزوفون ماله. اگه یکی کو يعني خلقي قلت تفعيشتي كذا قصدي كنه ورابع زنيا بك وزنيا يصابد به سقط الحد عن القاصدين. أظلمهم. ألو. أنا السيدان. ها؟ دقيقة. كلامك يا زلمة. ولو زنا مخزوفا إيكو قصدي يعطيكني قلت فلان بريح فعيشتي الدنيا كيا وبرارة بالدنيا بكو بيطبق التلا إشبار به. سقط الحد عن القاصد. إيكو قصدي كذا حد سريع راضي. يعني قطبو جرا قطبو زنيا كيا وباشي يعني زنيا كير دمكي أو. ها؟ قاصدي حد راضي به. أو يرتد يا مرتد فلا يسقط الحد عن قاصد. طبعا. كما زنيا بك قاصدي حد راضي به كما مرتد برانا به. والفرق أن الزنا يكتم ما أمكن. ماني. تي بشرطني تي إنكار كرني. فظهوره يدل على سبق مثل غالب. كدري راسي. يعني عبوره. يعني خدا يعني ما تقول رازيل ناكه وقتك ما رازيل كده ما مرجع جارك كده. عين. ماني. وردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا. ماني. فإظهار وإصهار ردة لا يدل على سبق الإخفاء غالبا. كون ذاك كذا خفيف. ماني. وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط. إيجاد به أبيكو يعني مقصوف بشتي الزنية بكشي حد جسري رادبة. رانابة. رانابة. يعني حد يسمي حدا. روي الزنا كردة أوي نوشي. ماني. وفي الثانية ارتدد. وجه كي هي بالسقوط كذا. قلت لكم أوجه مرتد ببه حد سري رادبة.
نبحث يراد قاصفي يراد انسان قاصفي يراد بله ومن زنى مرة ماله ثم صلح بأن تاب وحسنت حاله لم يعد محسن لك الصنديوي ماله فلا يحد قاذفه سواء قذفه بذلك الزنا بزنا كم أم بزنا بعده أم أطلق كما لأن الغرض إذا انخرم بالزنا لأن العرض ننلو عرضا لأن العرض عرض سلام حيثيات وقت أقول بشكي بزنا لم تنسد سلمته بالعفة الطارئة لم تنفد سلمته نايقة تذكرني أو برين دارياوي كستكاوي بالعفة الطارئة بعفتانو أو كستكاوي وكا جامعة كبش كندي ناجبره مالي وقال الإمام أبو حرمين الذكي ما أرى هذا يسلم من الخلاف يعني ذي قلنا خلاف نسلينا يعني خلاف تداية شما؟ فإن التائب من الذنب كمان لا ذنب له حديث سيئ يا شما تديني ويعطي قوينا ماله وحد القذف يورث ويسقط بعفو يورث ويسقط بعفو ويسقط ساقط بعفو بله يعني حد قصي تي ميراث كرني يورث ويسقط بعفو ساقط به تمام يعني مثلا يكيرا قلت ما تفعيشتي كي أمريك مات يجو وارثي قلت نجيرا قال حتى ليه قال حتى ليه قالوا يعفوش بله شما لأنه حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به في صنف الطلبة مالي وحق الآدمي شأنه ما ذكره ما در باسكت؟ ما أبى يا استيفاء يجي عبد مالي وتعديل القصد كذلك أوجب صحيح أوجب يعني ميراث يا ويعفو كن يجي ويحد نركم رجي وارسي بكار بالنجيب لتباب ما تلكلم لمشك مالي كذلك ولا صار أنه يرثه كل الورثة مالي تمام ورثة ميراث ديادسين حيث مات المخزوف وقت يبقى سيتكني بالمرأة قبل استيفائه قبل استيفاء حدده كالمالي وكمال سوى تبوار استلام مشتركين أفتح هو القصاصي وقصاصيتش بلى والثاني يرثه غير الزوج والزوجة مالي نيركو شنك ناس نيرك رابع شنك ناس شنك رابع نيرك ناس شما evet شما لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعبير وانقطاع واسطة التعيير أو ارتاع عبداري زوجرا راضي مالي ولا صح ولا صح أنه شان لو عفى بعض الورثة في حقه من الحد تمام فللباقي منهم ما يجوان إيه فالباقي كله فالباقي منهم كله مالي أزولان يعني يك رابع ويعفو بكجي أبداً ديسا كارن حتى تمامي للإخناء فالباقي كله تمام يحد استفاء جميع لأنه حق ثبت لكل منهم كولاية التزويج مثلا وش كيك يوانا هي مالي يشار برانا هي تفجوها هو اللي توجن مالي وحق الشفعتي مالي وثاني قولي الذي يسقط جميعه تفساقط به كما بالقصاص القصاص ده هنجع عبكن إيه تفساقط وكان يشفاق مالي وفرق يا وفرق لأن للقصاص هذا لن يعدل إليه مدلكي يعني تيدان هو ديته هو تيدان وما ديته تمام خلاف حد القصف تشكيل الدوسيدة بيضاين التنين ماله والثالث يسقط نصيب العاطي ماله ويبقى الباقي ميت منه لأنه قابل للتقسيط
ميراث مقابله يبي تقسيم كذا انت ما في يعني ايش قابله بخلاف القصاصي قصاصيات نفسها ماله تقسيطه olmaz يا قصاصيات يا جي ديت ماله وعلى هذا يسقط الصوت الذي يقع فيه الشركة وان قامشي para حشتي دار وارث كان حمل هذا كده دارك شيء حقيقة وعفوك ماشي تمام ما بيجي دار ما نزلنا ما بيجي بس ما نزلنا أصابكم الله خيرا كثيرا